كام حاجة بتعرفنا إن العلاقة دي بتكون مؤقتة ومش ناجحة. كلام لراجل أو لست، لبنت أو لولد، للطرفين، لأني بكلم الطرفين. أول شيء هو الأمان. أنا عدم إحساسي بالأمان في العلاقة، سواء أنت ست أو راجل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الكلام أو التصرفات في حاجات في النص كده بتقلق عن مستقبل العلاقة، وبقالنا فترة مع بعض والكلام نفسه بيقلق او الكلام بيراوغ في تصرفات معينة وكلام معين، وانا ما ببقاش عارفة اقوله لانه بحس ان انا هخسره او هخسرها، او في نفس الوقت مش عارفة امسك عليه حاجة. الكلام نفسه بيقلق، فمفيش امان في العلاقة، دايما دماغي شغالة. الحاجة التانية هو الاستثمار في العلاقة. من أكبر أنواع الاستثمار في العلاقة هو الوقت. لما بكون محتاجاك أو بتكون محتاجني بنكون سوا، احنا بنرتقي بالعلاقة، فالوقت من أهم الاستثمارات. فهل انت بتديني من وقتك؟ هل انت بتسمعني؟ هل بتناقشني؟ هل انت بتناقشيني؟ هل بتنصتي ليا، مش بس بتدوري لي على الحلول عشان تبيني انك جامدة؟ فالاستثمار في الوقت من أهم الشيء. تالت نقطة وأهم نقطة، وهي انه انا بكون معاكي وقت الهزار والضحك والانبساط. وقت الضغط مع الف سلامه، باي باي، مش فاضي والله دلوقتي. ونفس الكلام هي بتلعب معاكي الدور ده. وقت لما بكون محتاجها مش بلاقيها. وقت الهزار والضحك والخروج والفرفشه هي موجوده، عايزها فرفوشه على طول او عايزاه فرفوش على طول. 3 حاجات دول لا تمس لنجاح اي علاقه ومش هتكمل للمستقبل.